هذه الشبيبة، هذا الشبيبة، شوف ابتسم. لو ما تصير تبتسمون ولا لا يا عيال؟ ماجد ممنوع هذا للتجربة، يعني لو تاكل 1000 حبة عادي صح؟ لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان الطول صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. واللي بيقول كذاب كيف أطول يا إبراهيم؟ بالطول بإذن الله يا رب في الجنة، صح ولا لا؟ المهم إننا جبنا مقدمة جديدة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا المسلم ضروري يتفكر في خلق الله عز وجل، لأن هذا يثبته ويزيد إيمان. لأن الله عز وجل قال في آيات كثيرة، ولكن من إحداها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني لما تطلع الصباح وتشوف الشروق منظر جميل وألوان السماء كذا بتدريج جميلة جدا. ما أبغى أطيل عليكم، بقلب الكاميرا عشان تشوفون بعض الأغراض. بما إني راح أخذ كل هذه الأشياء فضروري أقفل الكاميرا على بال ما أنزل نتقابل تحت. دعاء الخروج: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واو، دخلنا مكان يمديك تجرب تاكل. واو هذه ميزة. بالله يفك الثاني، خلينا ندبغ. هذا للتجربة، يعني لو تاكل 1000 حبة عادي صح؟ لا. بسم الله. طبعا وقفنا نصلي العصر. ليش ما نصلي هناك؟ لأنه ما تدري ممكن تموت في الطريق، فتضمن تصلي الحمد لله، يعني أفضل دام في محطات الأمور طيبة. ليش استخسار إنك توقف تصلي 10 دقائق يعني؟ حيا الله الشيخ محمد. الله يبقيك. هلا والله. يلا لا تشيل المايك، لا تنون بزيادة، لا نريحك يعني بالمرة. يلا نسلم. صوتي ما يطلع. لا مو لازم. هذه الشبيبة، هذا الشبيبة، شوف ابتسم. لو ما بتصير تبتسمون ولا لا يا عيال؟ ماجد ممنوع هلا وجه. لا يا ولا كان عليك. قال لي تعال بالله جيب حضن تعال. والله مشتاق لك مليون. ميكروفون. ايوه ترى ما احنا حقين ميكروفون. هلا شيخ يوسف. هلا يا اخي. انت يوسف ليش حار؟ ليش حار؟ ازعجنا يا عيال. يا اخي عرفت ذا النوع اللي يقروشكم وينكم ما ادري. لا انا مو حار، انا مو حار، بس انا والله انا مفكر انكم ما جبتوا شيء. فهمت؟ فاقول يا اخي وش ذا؟ وش ذا؟ سوء ظن. عرفت؟ اعترف غلط والله سوء ظن. لقيت واحد يسوي لي محتوى يا عيال. بالله استهبل سوي اي شيء. او معي مايك انا صح. استهبل سوي اي شيء. لا تصور مطعم ما في اعلان. يا عيال هذا بيخرب علي الفلوج يا عيال. هذا يوسف جالس يتعب عشان يورينا ان ترى انا جالس اتعب ترى. يا اخي احتسبها لوجه الله، يا اخي احتسبها لوجه الله يا اخي احتسبها لوجه الله. لا او بداية المقطع تسوي فيها صانع محتوى. قوم اشتغل. انا نصور. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الخير. اللهم لك الحمد على النعمة، اللهم لك الحمد. الاصدقاء يا شباب، احنا نسعى في هذه الطلعة ان شاء الله انها تكون طلعة جميلة حلو بسيطة. حلو كل ده بسيطة. اللهم بارك. ما شاء الله ما شاء الله والله. هذا اللي ما يشوف النعمة شيء. جيب المايك جيب. لا خلي شاحن المايك عندك. لا هذا لا عشان تكسب اجر. عشان تكسب اجر. الكيك حقنا. اركب عادي عشان يبقى صور صح. شكرا. شوف الحشرة دي، هذه هي الفلة في الطلعة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ 100% صح. الحمد لله. سلك ناس. اي عشان نشوف بس. اي خلاص. سبحان الله. شوف التراب والله جميل يا عيال. توني ادري ان التراب جميل زي كذا بالصدق. التراب النظيف من جد. شوف المكان اللي احنا فيه. الله الهواء. شوف الشمس هنا. سبحان الله. والمساحة الهائلة. هذا ولا شيء طبعا، ولا شيء. سبحان الله. وإلى الشمس يا أخي تشعر أنك صغير في ضمن هذه المساحة. سبحان الله. الله يجمعنا بالفردوس الأعلى يا رب. الواحد ما يدري وش يقول في هذا المنظر، بس أي شيء يخلقه ربي بيكون جميل أكيد. سبحان الله. صدقت والله. والتيك توك أيوه هو اللي يخلي الواحد ما يستمتع. الله عليك والله إنك صادق. فكر وتكلم على راحتك. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة التسبيح. جزء من الحديث يقول لك سبحان الله عدد ما خلق الله، وسبحان الله ملء ما خلق. الله. شوف هذا اللي شافته عينك بس. سبحان الله. ولا شيء. تعد العدد هذا من الرمال. تخيل كل ما خلق يا الله. واحنا نفوت الأجر. يا الله. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه. سبحان الله. عدد خلقه. نعم.
هذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى. تدري ان هذه اكراميات من الله الاذكار هذه؟ أيوة. يعني الانسان لو يتفكر تسهل فيها لك الأجور. الله على ايوه يمكن يمر عليك يوم أي. ما قلتها والله الله مع اننا عارفينها والله. سبحان الله سهله، الله سهله المستعان. جدا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كل ما تنتشر أكثر منك أنت خصوصا وناس تزيد تتعلمها وتعلم غيرها فأنت تستفيد، فقد تجعل منك عبدا من عباد الله المقربين، نعم. وقد تجعل منك من الفردوس الأعلى إن شاء الله من الجنة. يا رب. بس هذا نعم. كل شيء. نعم بكلمه بسيطه. نعم سبحان الله بارك الله فيكم. هذا ناوي يخرب علينا كل شيء اليوم يا عيال. لا جبتوه يا عيال تريده. ودي كذا اتمرق في التراب. يا الله والله التراب جميل. بالعافية يا الله. معليش على المداخلة، لكن هذا الفاصل المعتاد. ممكن تكون لاحظت ان من بداية المقطع الى الان والى نهايته ما راح يجيك اي اعلان من اليوتيوب. هذا بسبب اني مانع الاعلانات المحرمة والتكسب منها. فاذا ودك انك تدعم المحتوى ماديا الرابط تحت في الوصف. واذا ما ودك او ما تقدر او ما تبغى لاي سبب كان، مجرد مشاهدتك ودعمك بالاشياء البسيطه المتواجده في اليوتيوب من نشر ولايك وتعليق، هذه الحالة بالنسبه لي عن الدنيا وما فيها، والله يكتب اجركم ويجزاكم خير الجزاء. راح اعرض الحين رسائل الناس اللي دعمت في المقطع الماضي، لكن بدون ما اذكر اساميهم، لاني اسال الله عز وجل ان يجعل اعمالهم خالصه لوجهه الكريم، فدام ما في فائده من ظهور اساميهم نخفيها افضل. هذا غير ان الاغلب منهم اخفى اسمه اصلا. فلان الاول ارسل $10 وقال بارك الله فيك، انا اقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على دعمكم الطيب. فلانة ارسلت اللهم بارك ما شاء الله $60 وقال الله يثبتك على الحرص في اجتناب الذنوب والمعاصي، اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم الى ان نلقاه. فلان ارسل $3 وقال يا اخي احبك في الله، يشهد الله علي اني احبكم في الله ايضا، واسال الله عز وجل ان يجمعنا بالفردوس الاعلى برفقه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص كمل كلامه وقال ولو حالتي الماديه زينه كان زدتك، والله انك تستاهل، الله يغنيك ويكثر خيرك ويجزاك خير الجزاء ما قصرت. فمجرد مشاهدتك وذكرك لله عز وجل مرة واحدة بسبب هذا المقطع أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تعني للكثير. فلان أرسل $10 وقال محتوى جميل جدا اللهم بارك يا رب وفيكم بارك الله. فلانة أرسلت $5 وقالت نستمر بفضل الله عز وجل ومن ثم دعاويكم ودعمكم الطيب. من هي مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آمنة السعدية. غلط. كذاب. يعطيك العافية. والله. اي والله. ماجد. ما أعرف. من هي؟ ما أعرف. طيب اتعب شوي، حاول سوي نفسك تفكر. طيب لا يوسف من هي مرضعة حليمة ايوه قلت اسمه غلط. سؤال سهل، اسرع اجابة سهل. اول من اسلم من النساء خديجة. فاز البطل، لك جائزة تاكل كباب. ما ابغى. لا يعني طبخ بالتراب. ترى من جد ما يطق الأصوات يعني من جد الاكل فيه تراب. ما اشوف الشيف مع زرادية. تأكد جاي من الصناعية. معلومة، الصدق من صفات الأنبياء، يعني إذا أنت صادق ترى هذه من صفات الأنبياء، صفة عظيمة. بعض الناس يحسب إنه عادي أكذب لي كذا مرة في اليوم، مرمي لي واحدة كذا زحلقها، لا. الله عليك سبحان الله، اللي يتعود على الصدق يخاف من الكذب خوف حتى لو إنها أبسط كذبة، والله تكون بالنسبة له ثقيلة. أما اللي يعتاد الكذب يرمي لك أكياس ما عنده مشكلة، يشلخ عليك إنه تزوج أمس وما تزوج ما عنده مشكلة. ماجد حبيبي تبغى عصير دناول منعش؟ نعم. تفضل. يمي. كيف البرد؟ لازم ابراهيم يكون موجود. والله؟ لا والله. تفعل العلقة. كيف تكذب حتى في البيتزا كذا. ايوه بس لازم ابراهيم يكون موجود. كل شوي لا والله ما لازم يكون ابراهيم موجود. لازم يكون واحد عفوي رهيب اسطوري موجود. تيجي بعض الأحيان بس مو كل شيء. لازم ابراهيم التاريخ الاسطوري الرهيب التاريخ الاسطوري. خلاص اسكت. لا. خوينا يده انحرقت. بسم الله عليك. ألف سلامة. السلام بسم الله عليك. قاعد يدعي ولا ايش؟ الله يعطينا يعطيك. يا عيال في حديث والله فيه فائدة عظيمة يا عيال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كلنا نعرف الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. النقطة اللي أنا أبغى أركز عليها
اللي هي ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله. الله، هذه الجملة هي كموقف صعب شبه مستحيل يصير معنا. ذات منصب وجمال وتدعوك إلى نفسها، مين أنت؟ لكن لو نتفكر ونتدبر بالحديث أكثر بنركز إنه الفكرة المعصية لما تسهل عليك بشكل مو طبيعي يجي بأجمل حالاتها، هنا يكون أعظم ابتلاء. فرق لما يكون معك أهلك، أصحابك، يعني ناسك، مجتمع. أيوه منصب يعني أي. إنها بتغطي عليك يعني. الله. يعني جميلة تقبلها أنت نعم وتغطي عليك، يعني إمكانيات موجودة إنك تسوي المعصية. نعم فوائد. أيوه صح. الإنسان يشعر أنه ما راح يصير معي هذا الموقف اللي يظلني في ظل الله، لكن يمكن حصلت لك على مواقف أبسط من كذا. تشتري شيء معين حرام، ما كان حواليك أحد وكان الموضوع جدا سهل، وكان الشيء هذا مثلا أرخص، متوفر بشكل أسهل، ما جنبي أحد ينتبه علي أو ينصحني أو يكلمني. فهنا كأن الموجود معك الله فقط، ما في أي أحد حواليك يمنعك من هذا الشيء. هل وقتها راح تقدر تنجح بالاختبار هذا تقول إني أخاف الله، ولا راح تختار أنك لا أحصل على الفائدة هذه الدنيوية اللحظية وأخسر؟ الله المستعان. الله غفور رحيم. يعني ممكن الله يغفر لك. نعم الله عليك. الله نعم. يغفر لك. نعم. يعني الله غفور رحيم. نعم لكنك ضيعت على نفسك مكانة عظيمة. أيوة المكانة العظيمة. يعني هذه فرصة ترى. نعم يعني هي سبحان فرصة الله. مثلا ممكن تجيك مرة واحدة في العمر انك تدعوك واحدة. أي صح. يعني ليش الله ميزك؟ ليش الله نعم. ميزك؟ لأن هذه ممكن تجيك مرة في العمر، هذه الميزة. شفت كيف؟ ان تدعوك مرأة ذات منصب وجمال. نعم. ما تحصل، ما راح نعم. تحصل معك إلا مرة. فهمت؟ نعم. فهذه المرة أنت تحدد مصيرك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طبعا ممكن تشوفون بالمقطع اني ما صورت كل شيء بالضبط، ايش اكلنا ايش شربنا او كيف كانت جلستنا بالملي، لاني والله العظيم احب اصور عشان نستفيد جميعا ونستمتع مع بعض، واني احاول بقدر المستطاع تكون الجلسة عفوية، وايضا انا احب اني استمتع بالجلسة ومو طول الوقت يكون تصوير. احنا بسبب اننا جدا مقربين من بعض لكن لنا فترة طويلة ما التقينا، ففي سواليف ومواضيع كثيرة نبغى نجلس نتكلم عنها وناخذ علوم بعض اكثر من اننا ننشغل بايش نطبخ ونسوي وقت الجلسة. وترى والله العظيم الطلعة جدا عفوية، يعني حتى الشباب بعضهم ما كلمتهم اني اصور، فجأة اطلع الكاميرا عليه. فممكن تشوف انها مو زي بعض مقاطع اليوتيوبرز الثانيين، ترى ما جهز اي شيء، ادخل على العيال بالكاميرا على طول. اتمنى انكم استمتعتوا، لو ما استمتعت اهم شيء انك استفدت من المقطع. ورابط قناتي في التليجرام وبشكل مجاني تحت في الوصف. القناة انشر فيها اذا لقيت كتاب جدا رهيب واثر فيني وما ودي احد يفوت، او اذا استمعت البودكاست بنفس المواصفات هذه ايضا ارسله في القناة، وارسل بعض الفوائد او بعض المقاطع لي بدون تعديل من فترة لفترة. فحياك الله عزيزي المشاهد، اقسم بالله انك تنورنا في القناة. وبس جزاكم الله خير الجزاء على ادائكم الطيب وبحفظ الرحمن.